هم هال الخيل المسمى للعدو شم سموم، لا اعتزوا خيالة الجهر عواذي بن الذيب، آل عادي ولا عادي للعلا دايم تروم، لا تعلوا فوق دهم الخيل ما والله تخيب. هم هال الخيل المسمى للعدو شم سموم، لا اعتزوا خيالة الجهر عواذي بالذيب، ولا عادي ولا عادي للعلا دايم تروم، لا تعلوا فوق دهم الخيل ما والله تخيب. مجرد العم عادهم جندل وخزوم، من تدووا كسر عظمه ما جبر عظمه طبيب، ومن هضم حد القبايل يلحق شرها ولوم، والنعم في كل طيب راس لو كان غريب، بمدح فعول الله يبقيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف انتم؟ طيبين مأجورين، مساكم الله بالخير. الله اسال جل جلاله ان يجمع ذي الوجيه على طاعته ولا يفرقهم. انتم يا ليني عمنا اغلاه قبل ذا اليوم وبعده واليوم الدين، هالقد وهالخد وهالعلم طيب ورثوه القدان، واجب علينا حنا نحافظ عليه. على كل حال الله يخزي الشيطان، نزغة شيطان حصلت بيننا وحين عيال رجال، والرجل قد يزعل من اخوه من قريبه وياخذ على خاطره، واللي فيه خير يداري رفيقه ويداري اخوه ويداري الدنيا لين يفلح. حين جيناكم يا اخواننا ملبين دعوه كرامه، الله يكرمكم الجنه ويطول اعماركم، وحن ضيفان ومضيفه، اللي بقي من الرجال حن معكم في الصف نرحبهم، ولو نحن ضيفان هذا وشربت الجميع. سلمتوا والله. ارحبوا يا بن العم، ارحبوا يا لحم ودم. الله يحييك بتحيات المطر، الله يحييك بتحيات المطر، ومرحبا. والله ما هو بكم، تسال الله انه يرفع عنه ويشافيه ويعافيه كل مسلم. كفو ما همني فعل الرخوم، الكفو دايم كفو لو كان يسكن تل أبيب، وبمدح فعول الكفو ما همني فعل الرخوم، الكفو دايم كفو لو كان يسكن تل أبيب. مرحبا ترحيبة وصفها وصف غريب، بالضيوف اللي لفونا ويجونا في الوعد، مرحبا وعداد ما يفعله لطيب طيب، عندما نضت بروق وما حن الرعد، سالم ربع تكرم الضيف وضد الحرب، تكرم الاول والاخر تصده ويهجد، يحب عدي وابن عبدي اساس قطيب، فزعة عجله ولو ما سوى حزم وسند، هم هل الخيل المسمى وعون المستصيب، لا وقف حظه بوجهه كذا ولا قعد، كلنا نعرف بده ما العادي في طريب، يدري الحكم ويدرون ما في ذا البلد، من جرى بعمتنا ومس بلا شك ورب، مجدها في قمة العز والمولى شهد، في مقام أهل الشيم وأهل القيم وأهل المبادئ، قلت بسلم وارحب بالجماهير الغفيرة، يا طلاب الغردي في الوضع وضع غير عادي، حفلة الغولين فيها الود كاسها عبيرة، في مقام اللبها اللي فعلها سطع وبادي، روس قمر سجلوا في المجد والتاريخ سيرة، يا هلا الناس
جدنا واحد وحدنا لكم درع وحزم وجونا ذخرنا من قدح خشم الفتيل ثم ارحبوا الله يحييكم تحيات المطر. حبينا نجيكم بدل زامل والله ما هو بشيء في حقكم ولكن بدنا نومسكم به. سلامتكم. الله يبقيكم الله يبقيكم ويطول العمر اللي نبقيه كلها. والله هي بغريبة عليكم يا صبيان العادي والنباعي. انتم اهل العادات الطيبه واهل العلم الغانم واجدادنا متعبيننا وحن لازم نجتهد نوصل مواصيلهم ولا بعضها. وانتوا دخر ورصاص في المحزم كل رجال منكم محسوب علينا ولو ان فرقنا الشيطان مده والله ان القلوب معكم ولا قطعنا رجال منكم ما برجال منكم الا ناكل كرامته ونشرب قهوته ونسير عليه ويضيمنا ما يضيمه ويسرنا ما يسره. سلامتكم. والتاريخ سره يا هلنا ما سوى الامدح والراي الرياضي والبنادق والمحاسن والجنابي والذخيره يا عبده يا عبده يا عبده يا عبده يا عبده يا هل الوقفات الاصح المنادي يا هل الامجاد والتاريخ في شبه الجزيره يا لعادي صيتكم وامجادكم روس المبادئ في زمان فيه جيش وفيه فرس مغيره الكفو مثله ليا منه دعاني جيت عادي فزعه الليله زهم فيها الكفو يخلص ضميره له مقام وله مكان وفزعته تشفى الفوادي يا ابن عم عنده حزات النوايب نستشير. هم هال الخيل المسمى للعدو شم سموم لا اعتزوا خيالة الجهر عواذي بن الذيب آل عادي ولا عادي لا العلا دايم تروم لا تعلوا فوق دهم الخيل ما والله تخيب هم هال الخيل المسمى للعدو شم سموم لا اعتزوا خيالة الجهر عواذي بالذي ولا عادي ولا عادي للعلا دايم تروم لا تعلوا فوق دهم الخيل ما والله تخيب ما جرى بالعم عاديهم مجندل والخزوم من تدووا وكسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير. مساك الله بالنور. كيف حالكم؟ يا مرحبا يا ابو سعود. مساكم طيبين. الله يحييك. الله يبقيكم على كل حال رحبتوا والله يبقيكم ويطول عمار. احنا علومنا سلامتكم. سلمت. اقبلنا عليكم بناء على دعوة منك يا شيخ محمد انت واخوانك وربعك. سلمت. اقبلت عليكم صف من جميع قبائل عبيده. ونعم. الحاضرين معي الان ذا الحين. ونعم. اقبلنا عليكم بناء على الدعوه وظيفه بني عمكم اللي حصلت منكم حسب ما قد حصل بيننا في المجلس الانتخابي اللي تولى الربع. سلمت. واليوم جيناك معجبنا موقفكم وما حصل منكم وحضرنا بالصف اللي من قبائل عبيده معي الان
في عجب عينك، في عجب اخواننا الجمعان مبسوطين ما حصل، وهذا علم وسلامتكم. الله يحييكم تحيات عظمه ما جبر عظمه طبيب، ومن هضم حد القبايل يلحق شرها واللوم والنعم في كل طيب راس لو كان غريب. بمدح فعول الكفو ما همني فعل الرخوم، الكفو دايم كفو لو كان يسكن تلبي. وبمدح فعول الكفو ما همني فعل الرخوم، الكفو دايم. والله اني باخذ معي صف من قبائل العبيده. الله يبارك والله انها محبه بي، والله انها محبه، والله انها محبه. الله يطول عمرك، يطول منكم علومكم التابعه. الله يطول عمرك. ويا ليت قبائل العبيده يحذون حذو الجرب. الله يطول عمرك. زينت الامور يا ابو سعود. الله يطول عمرك. مثل ما الاول والاخر تصده ويهجد، يحب عدي وابن عبدي اساسا قطيب، فزعه عجله ولو ما سوى حزم وسند، هم اهل الخيل المسمى وعون المستصيب. وسلم. اهلا وسهلا بكم جميعا شيوخ القبائل، اصحاب السعاده، وجهاء المجتمع، ايها الحفل الكريم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم الله جميعا ولا تفرقوا. ضيوفنا الكرام، اهلا بكم في هذا الراس بصدق القلوب. نلتقي اليوم لنتوج معاني الأخوة ونبني جسور التواصل تحت راية المحبة والوفاء، في اجتماع يلم الشمل ويوحد الصف ويجدد العهد على التكاتف والتلاحم. إن قوة القبيلة وعزها لم تكن يوما بكثرة العدد، بل بصدق التآلف وجمع الكلمة ووقوف الجميع كالبنيان المرتبط. اللقاء، وهذا اللقاء اليوم ما هو إلا امتداد لإرث سابق يغرس في نفوس الأبناء حب التكاتف، ويؤكد للجميع أن قوتنا في وحدتنا ورفعتنا في اجتماع كلمتنا. أيها الضيوف الكرام، نرحب جميعا بشيخ شمل قبائل عبيدة الشيخ مناحية بن مدركة بن شفلوت وإخوان ورفاقة، وأيضا نرحب بشيوخ القبائل والنواب والأعيان ووجهاء المجتمع وأبناء القبيلة. ضيوفنا أيديكم مبتدئا هذا الحفل شرف كبير، نستأذنكم لبدء فقرات حفلنا. شيخنا وصاحب المواقف المشرفة الشيخ محمد بن شايع بن طمسان العادي له كلمة بهذا الاحتفال، فليتفضل. المباركة، ضيوفنا الكرام، الحمد لله القائل في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحمد لله الذي جعل الصلح من أعظم الأخلاق وأجل الأعمال، فهو سبب للمحبة والتآلف وحفظ العلاقات بين أفراد المجتمع، ونبذ الفرقة والخلاف وتغليب روح المحبة والتسامح، يؤلف بين القلوب ويجمع الكلمة ويوحد الصف ويبعد عنا أسباب الفرقة والخلاف. وبهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخ شمل قبائل عبيدة على ما قام به من جهود إصلاح ذات البين، وأخص بالذكر الشيخ علي بن سويلم بن كدم وإخوانه وأبناء عمومته. وفي الختام أكرر الترحيب بالجميع، ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين. بهذه المناسبة مع الشيخ جبران بن فايز الناجر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين قدوة المؤمنين والموحدين صلى الله عليه المباركة. وحياكم الله في هذا المساء
الذي فاح عطره بلم الشمل، ونصلي ونسلم على النبي الأمين وهو قدوتنا بالعفو والصفح والتسامح، بل قال عليه الصلاة والسلام: بخير من صلاتكم أو بخير درجة من صلاتكم وصيامكم وصدقتكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات الدين الحنيف حث على الاجتماع والتكاتف، حث على صلة الرحم والتواصل، والقبيلة هي نواة للمجتمع، والمجتمع نواة لهذه البلاد المباركة التي نسأل الله أن يديم عزها. أيها الأحبة، أن يجعل ما قدموا في موازين أعمالهم الصالحة، كما أسأله جل في علاه كما أنزل هذه القطرات من السماء أن ينزل علينا الرحمة والسكينة، وعلى والدينا المغفرة في قلوبهم والمسلمين أجمعين. أشكر كذلك شيخ قبيلتنا الموقر الشيخ محمد بن شاعر طمسان العادي ووجهاء قبيلتنا وإخواننا جميعا على هذا العمل الطيب. انما يعطوني طربي ويقولون بهذا المحل بدي تبي انا حاضر. تستاهلوا والله انهم الحوادث الغاليه والله وفاتها طيبه، واللي نقول ان الله يكثر من اشكالنا. طلبناهم قالوا لي تروح احنا حاضرين. اقام الشيخ جعبوه في الجنه، لا هو ولا اخوانه ولا ربعه، قال شفلوت عمومه وقدموا ذي الكرامه، رضا الاخوان وبني عمه بحضوركم يا مشايخ وافراد واعيان عبيد. ويا ليت ان ربعنا كلهم قبائل عبيده يحدون حد الجرابيع. والله ان الجرابيع عندهم نظام الجيل عموما، لا الحاضر منهم ولا الغائب. خير قدوة لنا قبائل عبيد. يدخل عليهم في محل محمد بن شايع يسلم بعض الاختلافات في امور بسيطه، والخلاف يجي بين الرجال، ولكن ما حد سالم منه، ما في رجال في هذا المجلس الا ما عنده خلاف قبيلته اللي هو منها. وانتم يا ابني عمي تجملون جميع من حضر في هذا المجلس من قبائل عبيد، والله يوفقكم. ولا اطلب من الله منكم الا الدعاء الطيب لي. انا قبل شوي شيبان يدعون لي ولابوي، والله اني تاثرت منهم. الا الدعوات الطيبه اللي تحصلها يا رجال، ولا سعيت بين بني عمك. فعلم طيب وجر وناموس تشتي يبحث على الامور اللي مثل دي. اليوم يطلع العطار، انا احب اني اشرح لكم بعض الامور اللي حصلت. كلنا ربع ورفاقه واخوان. انا ما عندي انا ناحيه يا اما بطلتي ولا بشتي، اروح الى ربعي ويخلصون ان شاء الله، ما هم عاصيني الا انا. خذوا ربعنا الرجال، هم طلبوه، هم على مقال عطاهم اللي هم يبون. هذا والله الطيب اللي على مقال متعين عنده كل علم ضامن. اتصل علي الشيخ ابو سوير بجعلبوه في الجنه بالكلمه. والديك ان شاء الله. رجل فيه الخير والبركه، وبلغني. ويوم بلغني اتصلنا على الشيخ، الله يجعل ابوه في الجنه ويرفع قدره. قال لي تبون احنا حاضرين فيه. اجتمعنا في مجلسنا في الصباح، وانا دائما لما جاءت القضيه مثل احاول قدر ما استطيع اني اجمع من رجال من شيوخنا مع عرافنا وحقوقنا يا عبيد. فهم خفاف امس، دعيت شرحت لهم الموضوع قبل ما يجون الرب، قلت لكم توقفون معي ونشوف حل القضيه دي لعل ربعنا ينتهون بخصم. قالوا تم. احضرنا لي قدام منهم اللي في المجلس ابو سويل على مقام مفتاح الخير كله، الله يبين وجهه وهي محشوده له. تهرجنا مع ربعنا الى ان تحققنا بعض الامور، اي ان الاختلافات بسيطه، والرجال لمن جاوا يجلسوا في خاطري انا يا مناح اللي تدارك امورهم وتصير، لكن لابد الرجال كل واحد على مقال. لكن احنا نقول من جاني مرحبا والله ومسحر ويبشر بالرزق، ومن راح الله يستر عليه والله بديحي. من جاني وهو ضايق به شيء، ولا بينه وبين اخوانه شيء، ولا بينه وبين ربعه شيء،
والله انا شرط موت اذا كان الساعه 2 والناس الرجال هو يجي ومن عين من المشايخ في سد اللزوم وبيروح بيض الله وجهه فنحتاج الى الشيخ حنا معه سواء بعيد ولا قريب ما نحتاجه من المشايخ وهو عنده ربع مشكله بعض المشايخ يحتاج من اخوانهم الربع القريبين ولا منها زحمنا في الخدمه ما حنا بمره له في خدمته ومن سد لزومه بيض الله وجهه وهذا ما حبيت اني اشرح لكم الموضوع واثني الشكر. والله لو اني لكن ما ودي اضايق المحل النزهه عبيد كلهم يجون يحبون عروسكم كلكم يا جرابي هذا اللي عندي. السلام عليكم. كيف حظه بوجهه كذا ولا قرد كلنا نعرف بده ما له عادي في طريق يدري الحكم ويدرون ما في ذا البلد من جرى بعمتنا ومس بلا شك ورد أجدها في قمة العز والمولى شهد